في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. بعثة الزمالك تغادر الجزائر استعدادا لمعركة الحسم في القاهرة. تحركت منذ قليل طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجزائر في طريق العودة إلى القاهرة بعد مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 4 ساعات بعد إقلاع الطائرة من مطار هواري بوميدين بالعاصمة الجزائرية، على أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة خلال الساعات المقبلة. وكان الزمالك قد خاض مباراة قوية أمام اتحاد العاصمة أمس السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية، قبل أن يتحول تركيز الفريق بالكامل إلى مباراة العودة المرتقبة في القاهرة. ويستعد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتجهيز اللاعبين نفسيا وفنيا خلال الأيام القادمة من أجل حسم اللقب الإفريقي على استاد القاهرة وسط جماهير القلعة البيضاء. وفي نفس السياق تحركت إدارة الزمالك سريعا بعد المباراة وطلبت من الجهات المختصة الموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة الجزائري. ويسعى مسؤولو الزمالك لتوفير أكبر دعم جماهيري ممكن للفريق من أجل تحفيز اللاعبين وقلب النتيجة في القاهرة، خاصة أن الجماهير البيضاء تعد أحد أهم أسلحة الفريق في المباريات الإفريقية الكبيرة. ومن المقرر أن مباراة العودة تتلعب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب كبير من جماهير الزمالك اللي بتحلم بريمونتادا قوية والتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.